على سهام تنقول كان الماضي يعني اللي قريت معاه والاحترام اللي كان بيناتنا وكانت ضامنه في التحليل ديالك، تنقولك سمحي لي. ايوا دابا المتابعين الكرام، حيت القلوب صفات بين الحسن محبوبه تيفي ومولات جوج محوح، دابا غادي نشدوا ان شاء الله الرحال للدار ديال مولات جوج محوح باش نزيدوا يعني نزكيو هذا الصلح هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، متابعينا الاوفياء، متابعي قناه عبد القوف، اهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم كبيره. كنتواجدوا في مدينه ازرو، معنا الحسن محبوبه تيفي. جينا يا متابعينا الكرام باش نهضروا في واحد الموضوع يعني خصيصا داير ضجه هاد الايامات هادو. هذا الموضوع هذا كيخص مولات الخبيرات ومولات الحجايات. المهم غادي نهضروا في بزاف ديال النقط، راه ضربنا داك بوج مع الساحب هاد النقط حتى طلعنا بهم كاملين، ولينا كاملين كنهضروا على النقط. النقط على الحروف خير الله العظيم. المهم متابعينا الكرام، بغينا حنا دابا الغايه قبل ما نعطيو الكلمه للسي الحسن، بغينا زعما نعرفوا يعني المشكل يعني الحقيقي اللي خلى هاد السيده هادي شاده يعني في هاد الناس هادو صباح مساء. بغينا زعما نشوفوا كيفاش الموضوع، واش كاينه شي حاجه يعني خافيه على المتابع، كيفاش ان واحد الناس يعني ساكنين في نفس المنطقه ونقولوا كاع جيران. جينا المهم غادي نناقشوا ياك ما الحسن يعني قال لنا بشي حاجه باش نعرفوا المشكل اللي كاين، ونشوفوا واش كاين شي سبل يعني للصلح، ولا الا وصلنا يا متابعينا الكرام لشي طريق مسدود. المهم نعطيو واحد الكلمه للسي الحسن محبوبه وما غاديش نقاطعوه، وكيتواجد معنا مور بلاتي قبل ما يهضر السي الحسن، هضر ما السي الحسن، راه انت اخو عبدو تعيتي للمتابعين المهم على العمر، راه كتكلمتي يعني درتي واحد الفيديو عليه وراه جاوبات ياك. لا راه غادي نشوفوا الحسن باش يشوف شنو الجواب ونعرف يعني انا دابا حنايا باش نعرف شنو نمشي معاك نقطه بنقطه باش تجاوب. اخويا الحسن بغينا نعرفوا هاد السيده هادي هي مولات جوج محوح، يعني هي اللي كتجيب الخبيرات والحجاج مولات جوج محوح. حنا بغينا نعرفوا اخويا الحسن هاد السيده هادي شنو درتو لها النيت اكسبري، شنو درتو لها شنو درنا لها حنايا بصح يعني كتهضر على سهام كنهضروا على سهام. السلام عليكم. هذه لحد هذه النقطه مزيان يعني غادي نهضروا لك على سهام، معرفتي بها انا اكثر وشنو الحوايج اللي كنعرف على شخصيه سهام، رغم انها كتنتقدنا انتقاد يعني بعض المرات تيكون شويه ما تعجبش المنظر وما تعجبش البنات، حيت فيه نوع من المشاكل وفيه نوع شويه من اللحظيه وماشي مشكل، ونوع فيه نوع ديال الاستفزاز ونوع ديال ان الانسان ما حاملش. هادو نقاط يعني واضحين، ولكن واش كاين شي مرجع لهاد النقاط؟ واش يعني هي متشبته بهذا الراي غير كوجهه نظر ديالها او لا متشبته به حيت عندها شي مرجع ربما كنا تعاملنا معها بخير او لا كذا او لا كذا؟ اولا سهام النقطه اللي كنت قلت لها واحد النهار هو انني على برا انا كنحترمها، ما نقدرش نهز فيها العين لا هي لا خواتاتها لا حتى حاجه، رغم الانتقاد رغم كذا. انا كنت واحد النهار تناقشت معاه في السوق والله القسم من بعد ندمت كاع، قلت ما كانش خاصني، علاش ما كاينش علاش تبقات هذيك مراه وكذا وعندها راجلها وعندها بزاف د الحوايج ما خصنيش نتناقش معاها انا كراجل، والله الا ندمت من بعد. كان وقع شي مشكل انا سهام معرفتي بها كانت كتقرا معايا ملي كنت نقرا انا في الكوليج واقيلا في التاسعه، كنت كنقرا معنا واحد المجموعه ديال الاخوات والاخوان، كان واحد الاحترام متبادل، يعني ما عمر شافت مني شي كلام بالعيب او لا شي حاجه اللي هي مخله للحياه او لا كذا. هي كانت تبارك الله يعني بنت عائله داخله سوق راسها كتقرا بحال كاع الناس، عادي طرونكيل. دوزنا واحد الفتره ديال سنه زعما كنا حدوديين كاع، يعني الاحترام بيناتنا، السلام عليكم السلام حتى لهنا مزيان. داز المده المهم بانت القناه ديال المحبوبه، بقينا خدامين الحمد لله غاديين مزيان. اذا بي واحد النهار صراحه كانت طلبات مني الدعم، انا كانت اتصلت بيا شخصيا قالت لي اخويا الحسن انا قريت معاك وكذا وبنت البلاد ديالك، قالت لي بغيتك تدعم لي اختي، واختي تبارك الله يعني مزوجه بولد البلاد الحمد لله وكذا. يعني فهاد الباب انا شوف انا والله ما تنكره شي واحد ولا تنحقد على شي واحد، كل واحد عنده وجهه نظر وكل واحد تيناقش في اليوتيوب وكل واحد تيعطي الراي ديالو. غير بعض المرات ملي كنجيو ندققوا الامور مع الاخوان المنتقدين ديالنا كنلقاو يعني الانسان بعض المرات تيحكر عليك وتيشد فيك على الخاوي. علاش؟ الله اعلم. يعني الصراحه ملي كانت طلبات مني الدعم ربما نقول لك انا غلط، ربما نقول كان جرأه، ربما كانت وجهه نظر في ديك اللحظه. قلت له ودي انا ما ندعمكش، علاش؟ ما قلتلاش المباشر انا
يعني الهضره كان اللي تيجي اللي تيناقش معايا انا، يعني كان بحال شي وسيط هكا، شنو بالك علاش وكيفاش وكذا. ديك الساعه ما عرفتش انا واش المحتوى ديالو ما كانش عاجبني. المهم انا قلتها بهذه الطريقه حيت الرابط اللي كنت كنعتمد عليه هو باش نعرف واحد القناه على المتتبعين، تيخصني واحد الرابط ديال انه يكون محتوى ما فيش يعني واحد النوع ديال الصبيانيه او لا كذا. وديك اللحظه باش كانوا هما كيصوروا ما كنتش انا مقتنع وصافي، ما نقولش ما كانش عاجبني، باش ماشي انا واحد شي استاذ كبير وكذا، ما كنتش مقتنع باش ندوزو مع القناه. ربما غلط مني، ما نكذبش عليكم، ربما غلط مني. والصراحه حتى شي شغله كانت ترغبني على اختها اللي فيها غير الحقيقه، والله الا الحقيقه هذه كتضربني، كتقول قالت لي راه صاحبتي هذيك وقرات معايا حسنا باقي دعمها وكذا. قلت انا ما ندعمهاش، ربما يكون غلط، ماشي ما نكذبش عليك. الصواب هو انني الصراحه كان خاصني ندعمهم، علاش هما بنات البلاد وكذا وهذه وهذه. المهم هذه من جهه حيت الصراحه يعني قالت لي صاحبتي وهذا. وملي كيتخلق المشكل وتيتخلقوا النزاعات، راه كل واحد كيمشي مع العائله ديالو، راه ما يمكنش. غير ملي كتتجه العائله كتولي تشوف شنو هو الصواب من هاد الناس، لا من جهتنا لا من جهتهم. من بعد يعني هاد الفتره اللي داز منها هاد المرحله، كان جا الزروالي هنا سيدي والترونات وشي معاه ولاد البلاد. راكم عارفين المشاكل اللي دازنا لنا. يعني اذا كان الانسان عنده طموح باش انه ينجح قناه، راه غيمشي مع الزروالي. كان عنده حساب مع محبوبه، راه غيمشي مع الزروالي. هذا هو الهدف، هذا الشيء اللي يبان لي انا. صافي يعني صافي الترونات ديك الساعه غزنا كدعم وحسين وكذا. المهم بعد دابا شوف، حنا الاحترام تيبقى حيت كل وحده عندها حرمه وكل وحده عندها وليدات وكل وحده عندها راجل. حنا غير كنحلوا الامور باحسن طريقه اللي غتناسب الموضوع. المهم وقت ديك الساعه اذا كان محسن دار الغلط راه يتحمل مسؤوليته، راه خصو العقوبه. علاش؟ ما يمكنليش انا نقول خويا مالك ولا كذا، ندافع عليه. اذا لقيت فيه الصدق، ولا ما لقيت فيه الصدق نقول له خويا هادشي تدير راه ماشي هو هذاك، راه اسمح لي انا ما نقدرش ندور فيه هو ولا يكون خويا. المهم صافي ترونات في ديك اللحظه، ما غادي يتقاد فيها، بقات هكا سهام وغزلان والمجموعه ديك الساعه الحسنيه وكذا. المهم كلشي مع الزوالي وكذا الترونات. صافي ما عندناش مشكل يعني حتى ديك الساعه خويا الحسن كانوا كيقولوا بما انه هاد الناس المحبوبه ما بغاوش يعني يدعموا ولاد البلاد، راه نمشيو مع ما عندناش مشكل في ديك اللحظه. لان كانت يعني انا واش كما قلت لك، واش كان صواب مني يعني هذا الصواب او لا كان غلط. الامر تيبقى مجهول التعريف. ما نقدرش نقول ودي راه كان صواب، ما نقدرش نقول راه كان غلط. علاش؟ حيت انا بكل جرأه كلا ودي قلت لك تيجي انا راه ما غاديش ندعم. ديك الساعه انت ما مساعدش الدعم، ما مساعدش حيت انت عندك حريه في قناتك، علاش ندعمك هذه. ولكن دابا ديك الساعه، ولكن دابا انت راه قلتي دابا شوف بلاتي اخويا الحسن، دابا واش نقولوا بانه يعني محبوبه رفضات على كل حال. المهم انت كتمثل قناه محبوبه. انا رفضت انا بغيت ديك الساعه هكاك. المهم على كل حال لانه انت المسؤول، رفضتي انه الدعم اي واحد كما بغى يكون، تكون هذه ولا ماشي كما بغى يكون، لا غير بلاتي ماشي اي واحد كما بغاو يكون. كنا كندعموا قنوات لا حنا ما بغيناش نقولوا شخص هذا ولا هذا، اي واحد. هل هذا سبب يعني يخلي انه واحد يمشي يخرج؟ هذه هي الفكره ديالي، فهمتي؟ انا وصلت لواحد النقطه مزيانه. هل هذا سبب انه نبقى نحقد عليك لمده سنوات ونبقى يعني العناوين يعني راكم عارفين السبب اللي خلى سهام. يعني شوف سهام من باب ديال انني ما دعمتهاش وناضت، وكاين ناس كاع دعمتهم في هذا الباب وناضوا. يعني بعض المرات مع العلم ان اخويا الحسن شوف مع العلم انا نقول الاختلاف اللي كاين هي ما دعمتهاش وناضت، ولكن ذاك الدعم ديك الفكره الحاقده اللي دارت سهام بقات مربوطه بذاك الجس. علاش الحسن ما بغاش يدعم؟ حيت بعض المرات شنو اي حاجه نقدر نقولها فيك غير حقدا على واحد الجس درتي فيا واحد النهار. ماشي مثلا نقول لا عنده حريه يقول لا نحقو شي مشكل، ربما يتغير الوضع واحد النهار ويكون ليه راي اخر، او لا انا يكون عندي كبرياء صافي ما بغاش الله يعاوننا. هذا هو المنطق. حطيت ديك النقطه. انا الصراحه شوف الغلط اللي غلط باش نكونوا جريئين. هما عندهم حرمه وعندهم هما اسم وعندهم اسم تيدافعوا عليه كعائله، احنا ما عندناش مشكل. الغلط اللي قلت ومازال كنقول تنردو، قلت لهم ودي انا ما داك المحتوى لا يليق بي.
يعني ما كانش الصراحه خصني نقول شوف غنقول لها ما ندعمكش وصافي السبب مجهول. لكن بلاتي اخويا اللي كتقول الهضره هذه ربما راه كطيح من فعلا اخويا حسن السبب خلاتها هي تزيد، ولكن حاجه اللي ما عجبتنيش انا لا بلاتي اخويا تركز عليا انا كشخص بلاتي اخويا حسن لا يعني التركيز ديالهم شوف التركيز ديالهم بلاتي التركيز ديالهم بقى على التحرش. كاينه واحد النقطه مهمه، هذه النقطه اللي قلتيني دابا نتايا ولينا كاملين خلصت النقاط راه ما نهضروش على النقاط. قلت لك القضيه اللي مهمه هي قالت في الفيديو ديالها انا ماشي الدعم زعما هما من حقهم ما يدعمونيش فهمتي مثلا انا، ولكن قالت لك زعما ماشي من حقهم مثلا على المشكل مثلا محسن اللي كان مع الاخت زعما هذا هو اللي خلاها انها زعما حسات بالحضره. لا بلاتي مع العلم انه يعني صاحبه الامر اللي هي اختها راه مشات في حالتها، يعني صاحبه الامر مشى داك الشيء للمحكمه وداك الشيء راه مشى داك الملف مشى للحفظ هل هو داك الشيء صحيح ولا غير صحيح، يعني كنشوفوا حنا بالواقع في القضاء ملي كيمشي للقضاء هذا هو. انا ما غنزيد لكم حتى شي واحد ما نخليكم هذا هو المعنى. واحد المثل فرنسي تيقول لك الانسان عنده حريه ومسؤوليه في الحريه، الانسان حر ومسؤول. شنو فوقاش عندك حريه محسن نقدر نقول لك حر، ولكن الا تشده على شي حاجه راه انا خويا نقول له تحمل مسؤوليتك، ياك عندك هذا هو اللي كاين تسيد شي حاجه ولا طحتي وتشد عليك البروف تحمل. انا ما نقولكمش محسن مالك ولا داك اللي قريب ليا زوين، انا غنشوف مثلا السيتي تيقول لي عبد ثلاثه الموت ما توقعش راه الله يعمرها، ولكن الا تشدوا على عبدو لي بروف واش غنقدوا انا ولا غنقدوش معاه؟ لا والو ما غنقد بطبيعه الحال. لا بلا تقول احسن صحه كنشوفها على الوجوه فعلا، ولكن الخبايا راه تيعلمهم الله سبحانه وتعالى فعلا خلص داك السيد على نفسه فعلا خلص. ولكن واخا احسن خصنا نعرفوا بانه داك الميل مشى للحفظ، لان ليس هناك دلائل قاطعه على انه يعني شوف لو كان دلائل راه يعني القضاء راه ما غاديش يزقلو. هذاك الشيء باش انا قلت لك باش نناقش الموضوع ما كيعجبنيش يكون عندي انحياز. كان خويا كي ما كانش خويا كي كانت الناس وحده يعني دعاتك السيده ما كانت حتى شي دليل بالنسبه لنا حنا كمنتقدين ولا كوجهه نظر ولا كمتفرجين راه ما كاين حتى حاجه. الشيء اللي غادي هذا هو الفهم ديالك هو ديالي، ولكن ما بعد ذلك يعني الحسن غلط في حقك على لا. دابا حنا برافو عليك هذه النقطه اللي قلتيها مهمه. حنا دابا الغرض ديالنا في هذا الفيديو محسن ماشي نقولوا راه محسن كاين ولا ما كاينش، حنا الغرض ديالنا اننا نقولوا واش مثلا الحسن كما قال لك راه يعني كان عليا مثلا ندعمها وخاصنا مثلا نناقشوا واش داك الشيء كافي ان هذه السيده هذه تبقى تجبدكم مثلا بالعيب كي الصباح كي الليل كي الصباح كي الليل. هي دابا نقول لكم سهام شنو وقع لها. هي سهام يعني تنقولوا حنا ولاد البلاد اولى ديما المقربين اولى، هما الاولين غيدعموا كذا، هما كاع سبق من واحد بعيد باش نكونوا واضحين من بعيد من المنطقه ولا من البلاد ديالنا باش نكونوا واضحين. يعني ملي ما ندعمتكش هذيك وجهه نظر ديالي، وقلت لك انا تجاوزت الامر في واحد النقطه اللي من بعد رجعت فيها راسي وكنت لاقيت بك في ديك الفتره وسمحي لي، ولكن ما بعد ذلك ديك النقطه سهام كبرتي منها انت وبقى داك الحقد. وداك الحقد شنو تولد منه واحد الخدمه اللي جات ربما من بعد عادي، حيت هي في الاول سنه باش بدات قناه راه ما كانتش عندها فكره ديال القناه، كانت تبان غير مع اختها وشويه صافي كريات قناه صافي شافت بحال ولا درت خدمه من بعد صافي هاد الناس نبقى نهضر فيهم بقى يجيب لهم داك النصيب مزيان. حسن قال ديك الهضره ما قال صافي تنسات، ولكن هاد الناس هادو بقات عليهم واحد القضيه ديال انني وقت ما خرجت وهضرت فيهم راه كطلع لي المشاهد ولا درت لوطني ما كطلعش المشاهد. اذا هاد الناس خصني نخدم بهم باش حيت اذا رجعنا الكلام المنطقي وما هو يعني خصو يدار في هذا الموضوع يعني حشومه عليك بصراحه يا بابا. انا راه كنت نتلاقى بهم في الزنقه والله قسمي ما نهزيهم ماشي تنقول لكم مثلا حيت رانا خدام الناس اولا باش نربح وجهي. علاش انا نقول لك دابا اش قالت عليك بعدا باش تهضر اش قالت ديك السيده خويا اش قالت هي عليك شنو قالت؟ هي قالت واحد الشهاده اخي بوجمعه مهمه يعني قالت لك داك السيد واخا انا كنجبدو مولاي الزقيرين دار فعل ترك ولكني قالت لك عمرو هز فيا العين في الزنقه وراه كنطلب من الله يسمح لي منه والله الا يا خويا عبدو نقص العمر ديال الناس انا ماشي تنقول لك باش نربح انا الناس كيتفرجوا فينا ولا باش نستعطف الناس يدخلوا يزيدوا يدخلوا عندي ولا باش تنهضر انا هذا الشيء هذا بغيوني ولا كرهوني يعني ولو يعني كاين انتقاد في اليوتيوب. ديك السيده بالنسبه لي انا مرت الراجل عندها وليداتها عندها حرمه عندها عائلتها ما نقدرش شي واخا اقسم لك بالله العظيم كون يجيب لي واحد الدليل عليها مثلا مع شنو باش من الحاله اقسم بالله واخا يعطيني مليار يقول لي هذه غير نشرها في الصفحه ديالك هكا قدا وعدوك كلام مزيان لك هاد البروف والله ما نشرو خويا علاش كيما قلت لك راه ما نجلس عليها ما
شي داك الجيست اللي كان وقع عليا وتيتيش والله ما بغيتو من بعد ملي جيت انا تما ينطق ما ديروش اصاحبي هادشي حنا ماشي ديالنا. واحد النهار كانوا تناقشوا عاوتاني غير في السويق جيت لقيتهم كذا ما كذا ما تزيدوا قدامي نمشيو حنا ماشي ديال هادشي فعلا ما تعاودوش تجيبوا لي بحال هاد المواضيع مره ما نعرفش ما نبغيش تسمع لكم هاد القضيه ديال انكم كدابزوا في السوق ولا وحده كتعرض واحد شوف صافي اللي بغى يقول شي حاجه براسو كنتي كاك عاشه ما نعرف قدرها صافي انا عارف القدر ديالنا خليهم يهضروا يعني ماشي مشكل صافي ولو راه تيطيحوا لك من المصداقيه وتيبقاو عليك كذا ما كذا ولكن الا غلبك الله راه غادي ما كاينش شي واحد غادي يغلب داكشي باش انا سهام تنقول كان الماضي يعني اللي قريت معاه والاحترام اللي كان بيناتنا والنظره ديالي الحاليه هي ملي كتلبس داك الفيزاج وكتبان قدام قنته وكتخلق الاوهام وكتعطي القصص والخرافات كما كتقولوا كيأثر عليا وكيهبطها من عيني شي شويه ولكن باش نكرهها مثلا في الواقع لانها كذا ونقلب لها ونحفر لها والله كما قلت لك وجه لي هذيك الكلمه ما نسميكش انا بجوج محور كذا عندك مرض عندك راجل عندك هذا ما هذاك الشيء انا خاطئك منه اذا كان شي كلام غنوجهوك بسميتك ونيشان تتبقى انت مرض الراجل وعندك وليدات وعندك حرمه ديالك والله يهديك والله الله يهديك الا قلت لك شي حاجه انا في واحد الوقت وكانت ظالمه في التحليل ديالك تنقولك سمحي لي والله العظيم والله قصاي شوف انا خير حسين كاين شي معنى حنا دابا في سيدي الدين حنا مغاربه وكبرنا وقرينا بجوج ودوزنا واحد العام تقريبا القرايه كانت هي تبارك الله والى كانت واحد المجموعه تبارك الله تيقراو معنا الله يعمرها صراحه كل وحده راه تزوجات دات وليداتها شي مشى لاوروبا شي خدام في شركه فلانيه شي ولا استاذ الدنيا فرقاتنا صبحت تصور هذه الفتره اللي تفرقنا فيها ديك القرايه دابا غتصور واحد الفتره غادي نزيدوا نكبروا لا طور ربي في العمر واحد شويه غنختفيو شنو غيبقى غير الاثر ديالنا غيبقى وليداتنا غيبقى شنو دوزنا غيبقى كذا ما غتهم ديك الفلوس ولا ديك الثروه ولا ديك الدار ولا حتى حاجه ما كتهمك الا واحد الاثر جميل كتكتبوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى بالمعامله بل انت دخلنا في هذا الاطار سيردوني غير فقيه وكنتفلسف وكذا انا عقلي هكا واحد السؤال اخر الحسن يعني في هذا الاطار هذا رغم انه يعني قناه محبوبه راه دعمات القنوات يعني بزاف القنوات ومع ذلك يعني خرجوا هضروا شوف مع ذلك خرجوا هضروا ولكنما واش ما كتشوفش بانه يعني هذاك محبوبه ما اختارتش ما بين هذا وهذا كانت اي واحد يجي شويه يكون براني شويه يكون ولد بلاد فحال بحال اللي مقبول عندكم كتدعموه انه هذا خطا يعني في نظر في البعض كيقول لك هذا خطا كان عليكم يعني تمشيو غير مع ولاد البلاد يعني الناس اللي خارج البلاد لا ماشي تمشيو مع بلاد ولكن الاولى لولاد البلاد. شوف انا الصراحه نقول لكم هي مساله ديال انك كتخسر بعض المرات هذه بحال واحد المنظومه كتحاول تختارها بحال دابا مثلا نهضروا تختار لها الناس مزيانين ولا بحال الناس اللي غادي تكون عندهم واحد الطاقه وواحد الاسلوب اللي دابا غير الفريق دابا مثلا كتنتفرج بطبيعه الحال كتصلى عليه ما غاديش ولد فلان غتلعبوه كظاهر تقلب على ميسي ناجم النجوم كذا اللي غيعطيك واحد شكون اللي غيلعب اريار درواش شكون اللي غيلعب فهمت ملي غتلقى دوك الاضافات راه مزيان شي تدراوش راه اضافه شي يوتيوب فيه واحد الخريطه تكون ديك النيه صافيه وتتعامل مع الدراوش شي تقدر تمشي للجبل وتجلس مع واحد المراه ما تكسب ما تعلم هذيك المساله اللي كنا مشينا انا وياك السوس مشينا عند واحد المراه عندها واحد الميزه كاينه شتا راه صورناها على اقبال يعني ديك النظره ديال انك صانع محتوى ديما كتقلب على واحد الصوره اللي غترسلها الناس اللي كيتفرجوا فيك فيها بزاف ديال الرسائل فيها يعني التواضع فيها الاحترام فيها المساعده فيها يعني هذه الصوره ملي كتختارها انت صاحب انت كرئيس مثلا لواحد المحتوى عندك او لا كذا انت كتختار لك الحريه حتى شي واحد ما يناقش حتى تلعبوا ولا كره تهضروا ولا كره فعلا الرئيس ملي تيختار واحد اللاعب راه هو كيتحمل مسؤوليته فعلا كيتحمل الا ما صدقش راه هو كيتحمل مسؤوليته ولا صدق فعلا وحتى الا ما نجحش راه كيتحمل المسؤوليه ديالو لانه في الاخير كيقولوا له يعني الخسائر كيلوحوا عليه المرات المتتبع تيحتم عليك الناس من هذا القبيل فعلا كتمشي عند واحد الناس وكترسل واحد نسبه المشاهده وكتلقى تعليق زوين كتشبت بواحد الجانب كاينه وملي كتمشي لواحد الجانب كتلقى عاوتاني تعليق شويه سلبيه ولا الشفاعه ولا كذا كتحاول تهرب حيت علاش انت غادي مع ناس هما شكون بحال دابا مثلا شدينا واحد القسم وخونا من التلاميذ جبنا الاستاذ شنو هو الدور الاستاذ طبعا كان محاضره شكون اللي غيتصنتوا ما كاينش غيكون شي تفاعل غيكون شي فهم غيكون شي تواصل ما غيكونش يعني كاين صانع المحتوى وكاين المتتبعين كيتفرجوا فيه
وكاين واحد التجاوب مع الشخصيات اللي كتدخل. كتفرجوا في افلام كتقول مثلا هذاك رشيد هو تبارك الله عنده واحد كذا وعنده واحد كذا وعنده هذاك تبارك الله عطينا بالسطاوي الله يرحمه مسكين عنده واحد القيمه بحال هكا. المحتوى يعني المحتوى ملي كتقلب على الناس كيزيدوا لك لقدام كتجرهم متابع. دابا الا قلتي انت مع بوج مع دابا كتشرب القهوه عندك واحد القهوه مرضك في راسك تقول اخويا غادي نهرب عليه نمشي للقهوه الفلانيه غير شفتو مرضني راسي ونقدر نجلس مع واحد يعطيني داك الشيء اللي كنقلب انا عليه ديك اللي محتاج كتجلس معايا واحد الموضوع مثلا اللي انا محتاج نناقشو غادي يعمل يعني فعلا بعض احسن. هذا هو اللي تيخليك تختار بحال دابا كتختار هذا وتخلي هذا الحاجه اللي غتناسبك في اللعبه ديالك او لا في المحتوى اللي باغي تقدم للناس. ملي كيكون النجاح راه بطبيعه الحال كتكمل وملي ما تيكونش النجاح راه كتراجع الامور ديالك كتقول واقيلا راه عندي شي خلل عندي شي هذا ماشي هذيك ولا عندي شي حاجه. هذا هو اللي تيخليك بعض المرات تختار هذا على هذا فعلا. وحتى يعني شبهتي داك الشيء بكره القدم بحال جبتي بعض الخطرات شوف اقول احسن بعض الخطرات تقول احسن كتجيب شي عنصر كتقول اودي هذا العنصر غادي ينفعك في واحد البلاصه وكيصدق ما ينفعش فعلا. اش كدير بحال دابا حنا مثلا هذا المشكل اللي وقع الكبرياء ديالنا صافي. شوف نهار اللي عطيتك واحد القيمه خرج منك العيب في الخاص نتعامل معاك ونحاول نعالجو خرج للعلن وبيتي ديالك راه واخا ارتبط الامر ديالك بالمحتوى راه كلشي ندوزنا مع حنان ولا ترجع معنا وما بغيناش ودوزنا في الخاص بزاف ديال الكواليس مع ناس كذا صافي يعني عندك الكبرياء ديالها داكشي اللي كاين صافي. يعني واحد الشخص عطيتيه قيمه قدرتيه ما قدركش شوف هذا راه ساهل صافي حتى لحد هنا ساهل فعلا. الحمد لله يعني كنشوف حنا كنديروا واحد الخليط كندير واحد الخيط يعني ما كنركزوش على ان هذا لاباس عليه غادي نمشيو عنده ولا كذا. حنا كنحاولوا نساويو الامور. هذا مثلا عنده واحد المقدوريه الا مشيتي خليتيه يصرف وكذا تقول الميزانيه تبارك الله وكذا راه قادر. واحد ما عندوش راه انت كتقدا له وانت كديرو كتقول واخا هذا عنده محتوى ولا عنده قناه راه ما عندوش مسكين خلينا نعاونو البركه يعني راه فعلا. راه داك التساوي ما يمكنش تعطيه لواحد لاباس عليه وواحد ما عندوش لاباس عليه راه تخليه هو يصرف على راسو فعلا. هو عندك قناه وعندك باش تصرف صرف على راسك بطبيعه انت ما عندكش نقدر نتقدى لك انا من عندي وندعمك ونبوكاك شي بركه والله القسم كانوا الناس فعلا عندهم قنوات وكنمد لهم انا كيصوروا معنا ويعاونوا راسهم كاينه داكشي ونعطيهم. وانسان عنده مقدوريه وكتشوفوا تبارك الله يعني قادر حتى الكبرياء ديالو هو ما كيتسناش المحتوى ديالو قاد انا به وما عنديش مشكل. واش غتقولوا لا غير خليك شوف شي الرؤيه ديال الانسان مثلا نضج صافي خليه مزيان تناقش معاه مزيان توريه ولكن هو راه عارف اش كيدير لا بريبار ديال المعامله راه عارفه. دابا حنا كنهضروا دابا الحسن زعما واقعيين. دابا خلي دابا علينا مثلا حنا في هذا الطرف وهي في ديك الطرف مادام كنهضروا في لا حنا الموضوع بصفه عامه. انا كنت اخي بوجمعه ماشي دابا انا كندافع مثلا حنا كنهضروا باللي كاين باللي كاين من طبيعه الحال. ملي شفت مثلا كتهضر ملي قال لك زعما ما بغاوش يدعموها وكانت كتهضر على تيتيج قال لك زعما انا وكانت يعني كتبكي وبقات كتبكي يعني ديك اللحظه قال لك زعما كنت عواله حتى انا نحيد مثلا السرتله من يدي ونهديها لتيتيج وندير لها حتى انا بريستيج زعما مادام هما غادي يدعموني حتى انا كنت بغيت ندير وبغيت نفعل ولكن زعما قال لك حسيت بالحقره وانا يعني بنت البلاد هنا زعما مع دوك الدموع شفتهم تغلغلوا كنقول زعما ان الانسان كتلتمس ليه شي شويه العذر كتقول زعما يقدر مسكين راه حتى يكون من هي اخو عبدو شوف متفقين معك هادشي متفق معك ولكن هذا ليس عذرا ماشي عذر واسمع شوف العذر كاع باش تكونوا صالحين كما قلت الحسن راه كتقدر تشد انت وشي واحد كروشيات هنا مثلا كاع مدابزه ياك واش غتبقى انت كل نهار تابعو في الزنقه بالنقوير صافي الدرس صافي قلب 6 قلب 6 واحد النهار راه ممكن بنادم يتصالح. هذا هو اللي كاين ماشي معيار ان كل نهار مثلا تبقى تهضر عليهم هذه القضيه هذه راه ما كايناش حنا دابا غير مقبول. انا الحاجه اللي ما عجبتنيش انا الصراحه في سيدي الدين اللي كنقول انا يعني ديك هي بلد الام. الشيء الا كان شي واحد تيقول الوالده ديالي هي اعز ما عندي انا الوالده ديالي والوالدين وكانت عندي سبحان الله سيدي الدين هي الام طبعا البلاد اللي كبرنا فيها وبين الجدره ما كنتش ننتظر غيجي واحد السيد مثلا وبغى يعطيه واحد القيمه استغفر الله العظيم بحال اللي تيعبدوه. هذيك الحاجه اللي كانت مثلا بيني وبين راسي نقول كاين ما يمكنش ملي كنت نناقش بيني وبين راسي نقول راه ما يمكنش هاد السيد زعما حنا كبرنا فيه اولا ديال ان الناس مثلا يجيو يتضامنوا معاك ويكونوا على جنبك وكذا هذاك هو اللي كاين فعلا. ابار كاع مثلا وقع نزاع ووصلنا للمحكمه
ما غنوصلش لواحد الحاجه ديال انني نبقى نستعبد بدا ماشي يوصلني مثلا لواحد الشهره ولا واحد كذا. شوف الكبرياء انا بالنسبه لي اخويا فوق من كل شيء. صدمتي انت في شحال من واحد ولا الكزي قلتي صدمتي يا شفتي شي ناس كاع دوزتي معاهم بالخير والله كنشوفهم صدمه كبرى ملي كتشوف انا بنادم مثلا نشوف قاصحه والله الا قاصحه. عرفتي راه وصلنا لواحد المرحله نيت اخويا كالرعب والله قاصح فعلا. والحمد لله. شوف الحمد لله داز سالفه ما دابزنا مع حد ما ضربنا حد فعلا. هذا هو الاهم، هذا هو الاهم. يا سيدي لازم ديك المرحله فعلا. داس خير كاع من الخير كما تنقول. دازت خير والله العظيم. داكشي باش المتتبع بعض المرات تيدخلوا تيناقش معك، ولكن كاين واحد النوع ديال المتتبعين، واحد الفئه يا سبحان الله ما كتبغيش تحق، ما كتضرب الشمس والغربه فعلا. الله يهدي ما خلقوا صافي، ولا كنا حنا غاطيوين. مادام دابا ذكر الحسن سيدي عدي، راه حتى انا كنت ساكن حدا سيهام نيت الباب على الباب حنا، يعني جورات كبير طويل. داكشي علاش قلت لك دابا اللي شافها في الواقع وكيشوفها دابا في المواقع كدير هكا، راه في الواقع يعني راه غير خويا كانت انا الواقع باش نهضروا حنا باش ما نقولكش انا راه هضرات مثلا في العرايسات ولا كذا غنخص الله الصوره ديالها واقعيا، يعني ابار السوشيال ميديا كشخصيه، يعني سميتو واحد الانسان محترمه بيت الزوجي ديالها شغل غير مع راجلها ووليداتها تبارك الله، لا هي راه اختها في سيدي ديالها تيدوزو قدام الدار زعما شي ملي كنطيحوا في الواقع والله تقول هادو ما كيفاش. راه داكشي ونجيب شي واحد غريب عليه شوف تقول ما هادو اللي يدوزو قدام الدار وهاد احترام لبناتهم راه واقع شنو، وكل واقع هادشي ما كاين. واحد خواتها هو تيدوز هاني راسو ما يشتي كاع ليه وامها وكذا، وين شوف هادشي ما بغيناش والله ما بغيناش ولكن ماشي مشكل، شاءت الاقدار باش نطيحوا في المحتوى ونتردوا كل واحد والرد ديالو عنده حريه في الرد. ودابا خاي الحسن دابا المهم حنا في ظل هاد بغيتي تقول شي نقطه؟ بغيت نقول شي نقطه وهي ديال هادو يعني القنوات سيدي عدي، معظم القنوات سيدي عدي تقريبا يعني راجعوا انفسهم، ربما راجعوا اغلبيه من الحسنيه وزيد يطو بزاف يعني تقريبا. حتى اخت مولات جوج محوح حتى هي تقريبا يعني مولك بدا حنا غادي نقولوا هذاك مشى المهم ما بقاش في سيدي عدي، اذا بقات تقريبا غير هاد السيده هادي يعني والله يهديها وصافي ماشي مشكل. بالنسبه للمولك بدا ما هذاك دابا الحسن باش ما نخرجوش على هذا الموضوع اللي حنا غاديين فيه فعلا. دابا انت يعني واش تقدر مثلا شي نهار يكون شي حنا غير كنقولوا راه ماشي صلح ولا غير زعما ممكن مثلا لا ماشي هذا سؤال. شوف هذا سؤال توجه الحسن، واش ممكن شوف واش ممكن يوم ما من الايام اننا نشوفوا صلح مع مولات جوج محوح مباشره؟ القرار يعني ديال شخص واحد ما يمكنش. انا من طبيعه الحال شخصيات بزاف في الدار، كل واحد باش مادي كل واحد ونفسه كما تنقولوا حنا. نيشان انا بالنسبه لي يعني انا بالنسبه لي حاليا ما شفتش على شي حقيقه والله حاليا والله القسم ونشوف شي موقف خايب ندخل نساعد. فعلا شي واحد باغي يجلس ياخذ الزنقه ولا شي لا ابدا بطبيعه الحال. والله تنضحي بنفسي اقسم بالله واخا يكون هز ماشي غير الموس نقولوا بان السيد اش بغيتي عندها فعلا. وبالنسبه لك الشيء اللي كتقول انا ما شاد في خاطري ماشي شي حاجه كشخص لا قالت لي حسيك ولا قالت لي كذا ولا كانت كتنعت العرايصه في شي حاجه اللي مخله للحياه، داك القرار تيبقى. انا تنهضر كالحسن يعني داك الشيء اللي قالت لك الساعه انا ما تنشوفها واخا اخويا الحسن. شوف واخا حسن واحد السؤال مهم، واحد السؤال اخويا الحسن مهم. اذا كانت نصيحه زوينه شنو نبدل ماشي مشكل كنحسن راه دابا يبدل شي شوف شويه الحوايج هذه شي شويه زوينه مولاي صغير قال السي حسين شوف بلاتي عبدو بلاتي واحد السؤال السي الحسن مهم. واش يعني القرارات اللي تتخذها محبوبه يعني كيكون التشاور كتجلسوا كاملين وتشاوروا شنو انت شنو قلتي بالعرايسات امي حليمه وبا الحجوي والحسن وحسن كل شيء كتجلسوا اطابل وتناقشوا الموضوع على هادي راه انت ما شفتها لي تاخذوا قرار. انا نعطيك واحد مثال حي غير السعدي ديك الساعه باش قلنا بغينا نتصالحوا معاها يعني داز داك النقاش باش وصلنا كاملين صراحه شنو قلنا ودي يعني السيده امر ملموس جروها واحد الجره ماشي ديالها وما قالت فينا شي حاجه د العيب، كنا قابلين للصلح، لا الوالد لا الوالده لا ياسين لا تيتيش لا حفصه رشيده
ما بغاتش. قالت له رشيد راه كاين واحد الاداه جاني من عند السعديه بارطاجات خويا هو تيهضر فيا بواحد الطريقه وكذا كذا، انا لحد الساعه ما مستعد. واش تصالحوا نتوما راه غنحس بواحد شويه غير، ولكن خلينا واحد الفتره. قالت لك صافي شويه بغيتو تصالحوا انا غير خليوني ماشي ما صافي عادي. والحمد لله يعني ملي تصالحنا معاها بقينا تنقلبوا الصلح بالتي هي احسن. كنمشي كذا الا رديتي البال رشيد راه قالت واحد الكلمه، قالت لك ملي طلعت على خويا ياسين الوصيه اللي عطاني، قالت لك ولا في التليفون تنظن واقيلا كان قال لي ياسين، قال لي لا كنت اختي انا غنرغبك وانا في السجن كاينه، قال لها فاك تصالحي مع السعديه فعلا. قالت لهم ما قديش انا رديت الطلب، وملي جات الحمد لله صالحنا واحد الصلح اللي هو زوين. الحمد لله. يعني القرارات اي قرار في هذه المساله لابد من هذا هو الاهم. باش ما يكونش نهضر علاش حنا مجموعه مثلا معايا عبدو وحنا عايشين في دار وحده، ماشي مثلا تنتلاقاو في القهوه ولا كذا، عايشين هنا في دار وحده، والحاجه اللي كتعاديني وانا عارف هما ما يديروش فيه حتى كنتشاوروا فيه، ما يقدروش يمشيو ياديو شي واحد حتى تنقولوا لا هذاك السيد ما خصوش يتادب عليه منه. شي تيجي نهار ياخذ داك القرار درت 7 ايام والله الا ضربنا فيها الدار. لا ما ديريش هكا. يلا خويا عبدو وصلنا للدقيقه 30. مازال بلاتي دابا المهم حنايا كما ناقشنا الفرقه ديالنا قبيله، هما عاوتاني ليكيب ديالهم ديال الطرف الاخر. المهم مولا عسله هو عامل الفريق، لا مولا عسله هو عامل الفريق. نقول لك انا علاش، حيت هو اللي داي اكبر شوها، يعني في الشوها باش الضرب في خصك مولا عسل راه عيب وعار صاحبي. واش انت دابا وخرج ذاك النهار كيقول لهم لا هذاك قال لك سهام ما تسهام، واش تعرف بعدا الموضوع راه كيهضر دابا حيت هضرت انا على الفيديو سهام، ما عرفتش حنا كاع اش كنا كنقولوا كاع، وكيخرج غير كيخربق وصافي. واش انت واش دازك الرعده خصها تصالح مثلا؟ دابا هو غيسمع صحابو راه غادي يتصالحوا وحنا راه غير كنناقشوا اش من صلحه والله ما كرهنا واحد النهار تهدلوا كاع طبيعة الحال. والله العظيم والله. المهم فهاد شوف متابعينا الكرام في هذا الباب هذا من طبيعة الحال كيبقى القرار الاخير الاول واخر القناه محبوبه هما اللي مضرورين. سي وجهه النظر ديالك الا كان غير بالنسبه لي انا كشخص ما عادتني بوالو، داكشي اللي كان عادي يقول لي بنا متازق راه ما عندناش معامله ماشي مشكل. العيب انا هو بنا بقى يسب لي في المراه ديالي وفي وليداتي ولا يسب لي في وليدي ما نبغيش طبيعة الحال. انا دوك والديا وما داك الانسان ماشي يتاذى راه غير من خيمته ولا من بلادو هنا. والله سيدي الا كان هادشي اللي كاين. اما الا بقات كتسبني مثلا غير في امور اللي هي باينه بحال هكا والله ما عندي مشكل. والله سيدي الا كنحييو الحسن على هاد الشجاعه ديالو في الهضرات ديالو. ومن طبيعة الحال دائما كيكون جريء في هذه المسائل. والله العظيم كيكون نيت حاسي يمكن ما والله يا خويا قلت لك سنعطيك عهد الله وتشهد عليا قدام القيام ربي يحاسبني وما يسمحليش ايمان بغير الاذى. من طبيعة الحال والله هو واخا يجي لي واحد البروف ما عرف شنو داك البروف اللي غادي واش دابا نقول لك واحد القضيه عرفتي والحمد لله ما عليهاش راه باينه. عرفتي دابا المتابعين المحبوبه راه دايرين معاها وشوف انت كيفاش كتهضر دابا معاها. لا والله سيدي من اديها بالعكس حنا بغينا الناس كاع ما يحقدوش على اسم الشخص. فرضوا فينا كناس كيعطيو محتوى كعائله متشبته كعائله كتضحك كتعطي روتينات لا غير ولا اقل ولا داكشي. واش تنقول بعض المرات المتابعين ديالنا كاع ما تجيبوناش الهضره ديالهم صافي خليهم اللي بغا ما يقول صافي غير خليهم والله قسم اللي بغا يقول واش نحبسوا على فمو يقول شفار نصاب ما بغاش تشد الحوايج باش تغسل رجليك ما كتجي ما تاكلش كلشي هادشي ولا حسن كلشي هادشي مسائل شخصيه عادي. واش انا اخويا كنحبس ناكل الحوت انا باتين ناكل القصبور مع الدنوز يلا انا باتي يا خويا انا مشيت على الطوال قالت لي لا كلتي اللحم راه كذاك قالت لهم سيام راه كيبغيو العرايس يديروا 5000 ريال اللحم واش يقول لهم العسل لا ديروا غير 50 درهم. انا خويا نقول الصراحه ديالي نكر شنو نحاولوا على اللحم اخويا مصروف بزاف اقسم بالله العظيم شينا خير والله الا كاين انا شفتاش كيصرف اخويا كيصرف الروس صافي تدير جوج فراش لا لا غدا ناكل داك قال لك كسرت لهم كان شخصيتي ديال انا زعما شي عجبني انا باقي دو سبونطاني راه كنت نقول له نقول له غير صور باقي الضلع العفويه ديالو سيدي تنقول له صور باقي الضلع العفويه خليه هو وكذا وهذه مساح هو داك هذا وداخل بواحد الكسيبات صور باقي الضلع العفويه ديالو اي واحد خليه في العفويه ديالو. انا ملي نعطيك العفويه انتقدني على انك تقدني ولا ما تقديتلكش غير ما ناديكش داكش في العفويه وزوين بيني وبينكم صافي مزيانه داك العفويه مزيان دوز انا سيدي لابس كاسكيطه مقلوبه ونقول السيد لاباس اخويا داك الشيء اللي كاين راه العيب هي نقاد الكاسكيطه ولا الجاكيطه مزيانه ونحفر لك فعلا والسي واش ونتنقاو ندير كرافاطه ونصب عليك
تيطرك وكذا ليش ماشي عيب نقلب كاسكيطه ولا كذا، المهم نسيطر راسي مزيان. نيشان اخو. ايوا هادشي اللي كاين دابا. حنا درنا هذا الفيديو خير الحسن غير باش نعرفوا يعني الحقيقه هي دابا راه موضحه امام العيان. كنرجع لذاك الماضي سيدي. شوف ابار داكشي اللي كتقولي ما غنعتكفش هادشي اللي كاين. انا هذا الكلام تنوجهو ليك انت كل احترام ليك، علاش عندك حرمه وبلا داكشي يعني انت كشخصيه تنحترمك، لا ليك لا لوالديك لا لوليداتك لا لراجلك لا لكلشي. الا كان داك الامر متعلق بداك البلان اللي كان وقع من البدايه ديال السيناريو ديال انني قلت لك مثلا داك المحتوى غير لائق ولا كذا، كنقول لك سمحي لي. وبالنسبه لي انا كشخص داكشي كتقولي فيا مثلا ديال انك حسن لبس حوايجك وكذا، والله الا مسامح لك، ولكن بالنسبه لك انت والعريسات الامر تيختلف. الله يسمح لينا جميعا. الله يسمح لينا عاد والله يسهل والله العظيم. انا كان وقع واحد النهار كان وقع واحد البلان، كان ديك الساعه غيزنا كنخرج الزروا عليه وهكذا، والله ما عجبني الحال. خرج ديك النهار قلت له لا هذيك كتبقى بنت الناس فعلا قلتيها فعلا كتبقى بنت الناس اصلا. راه علاش هي عندها وليداتها عندها راجلها صح. ملي نهضر سنه بلا قيمتي فعلا. ياك واخا نكون صديق ونشوف البلان ديالي ونكون نافض وما يطيح حتى شي واحد من قيمتي. هذاك الشيء اللي كاين خير الحسن. الحمد لله خويا والسير نكونوا عندنا شي افاده. لا والله الا كاين ضروري على افاده بزاف كاع. الافاده راه فيديو غير حيت بزاف الناس ما عارفينش يعني المشكل. هذا هو اللي كاين قدام المتابعين الكرام. المهم كنشكروا الحسن على هذا المصداقيه يعني في الهضره ديالو، يعني كيهضر يعني نيشان وهذا الكلام الواضح وهذا الكلام هذا الواضح من طبيعه الحال. ودابا مازال نبقاو نناقشوا كل شخصيه شنو غنحطوا ونسميوها. انا ما عنديش مشكل باش نحقق على بنان. كاين حتى مشكل لكم انا طرف بطرف ونقول لكم علاقتنا ونعاود لكم الماضي ديالو الزوين فعلا، حيت شي كاع الناس اللي ضدنا هذه فكره زوينه بوجماعه. شي الناس اللي ضدنا كيهضروا غير في هاد الناس اللي ضدنا دابا مثلا كلهم كيهضروا على الخير. السيده من طنجه ولا السيده اللي من الناظور ولا بزاف الناس مثلا ولا السيده اللي من باريس. والله العظيم ثم والله الا كانوا شخصيات معنا مزيانين ملي كنا متعايشين فعلا ما نقولوا عليهم. وملي وقع الخصام اخويا تعجبت انا ليه والصراحه والله العظيم يسمح بكم انا زعما بصدق الا ملي كانوا معنا كانوا شخصيات مزيانين فعلا. هذا هو وكل واحد له راي. حسن قال هذاك الراي تيبقى هذا راي ديال حسن فعلا. وراه ما تنتظرش مني شنو نخرج نهضر فيهم كاملين. علاش حتى ابتسام محمد ملي كنوجه لهم الامر تنقول لهم غير هذيك داكشي كديروا راه ماشي هو هذاك. والله يرد لكم حيت علاش حيت الزمان اللي عايشين هذه الحياه اللي عايشين قصيره. عرفتي راه 10 سنين تدوز دابا في 25 واحد النهار صعيب يتصحى الغرض. واحد الغرض اللي صعيب يتصحى واخا ما عرفتش تجي فعلا. كاين ما كاينش في بوجه كاين الغلط اللي غنجي نرغبوا كاين كاين الله يرحم والديك في 20 ثانيه الله يعاون اللاعب. الناس اللي لعبوا كره تناقش الاسلام ودعوا كاين هذيك واحد صاحبي يا صافي الله يعاون ياكم فعلا اخويا. المشكل شي الغلط تحمد في البلاصه تشدو تصالح الواحد كل ما مزيان. داكشي اللي كاين وماشي مشكل. ودابا حاليا يعني غنبقاو نهضروا في مواضيع بحال هكايا. والدراري الحاجه اللي غادي نركزوا عليها هي اننا ما نعاودوش نطيحوا في الغلط اللي كنا دزنا منه. حاول كان شي حاجه غتطلبك في البلاصه فهمتيني. حيت الحمد لله مازال تيتعايشوا مع شخصيات مازال تيجيو عندنا الدار مازال كذا. الا كان شي حاجه ما تصلح حنا معكم اخويا بوجنا. نشكركم والله العظيم. لا يخطيك احسن لا يخطيك اخويا بوجنا على رد المال. هذا الشيء اللي كاين واصلا وبزاف ديال الناس صراحه بطبيعه الحال. وما نساوش المتابعين هو اللي كيرد البال اكثر. كانت لك راه القسم بلا الاستاذ راه ما عندوش شي معنى فعلا. القسم ديال حنا خايل حسن انا وبوجمعه كياخذوا علينا واحد الفكره تيقول لك حنا تنشعلوا العافيه. كنهضر معاك نيشان راه حتى حنا كنديروا فيديوهات بحال هذا راه ما كرهناش ان شي واحد يتصالح مع شي واحد. واش انت ضد الصلح بوجمعه ديال لا ابدا يعني راه والله ما ضد الصلح ديال انا اقسم بالله دابا انا حلفت في هذا الفيديو هذا ياك سيرتو سهام بعدا وهاد الناس هادو اللي كنعرفوهم مثلا جيران مثلا محبوبه الا كنقول زعما كون غير تجمعات القضيه يلا. وبزاف الناس غيقول لك لا هو انت وكذا وكذا، ولكن هذه راه هي الحقيقه زعما الا بغينا نهضروا في الواقع. علاش ناس ولاد البلاد اصاحبي راك هادشي واحد اصاحبي كبرتي معاه قريتي معاه يعني كاين الحسن ولا نهضروا في المعقول المعقول اخويا راك كان الغلط كيوقع لا الله والله انا ما تنحقد على شي واحد فعلا اخويا الحسن الجميع والله اللي كانوا عندهم مسؤوليه الله يعاون. ايوا دابا المتابعين الكرام حيت القلوب صفات بين الحسن محبوبه تيفي ومولات جوج محوح دابا غادي نشدوا ان شاء الله الرحال للدار ديال مولات جوج محوح باش نزيدوا يعني نزكيو هذا الصلح. هذا راه غير من طرف المزحه ديال المتابعين الكرام. وبطبيعه الحال اخويا الحسن مازال غادي يعني نناقش هذا الاطار هذا ان شاء الله.
داكشي اللي كاين السي بوجمعه. مرحبا. المهم حنا غير ناقشنا الموضوع وحطيناكم يعني في الحقيقه على لسان ديال الحسن محبوبه تيفي، وكيبقى دائما الحكم المتتبع. والمهم حنايا غير ناقشنا الموضوع هذا اللي كاين بدا كاينش المشكل، هذاك الشيء اللي والله كاين. ما كاين المشكل بروح رياضيه. شوف راه الا كان الغلط من نفسي راه تيقولوا في واحد الدعاء الا كانت شي حاجه من نفسي كان تيقولوا في شي خطبه تيجيوك الا كان شي غلط راه من نفسي ولا كان شي حاجه مزيانه راه من الله سبحانه وتعالى. وتحنا من النفس ديالنا الحياه كامله باش نقول لكمش انا زوين ولا انا واحد الحمد لله كنحسب راسي ولد الناس ما تنبغيش الاذى لعباد الله، ولكن الغلط راه تيكون فعلا. اذا تنطلب من الله المسامحه من اي واحد غلطنا فيه. بزاف الحوايج كديرهم بلا ما تعرف تغلط فيهم من طبيعه الحال اخويا. نطلبوا المسامحه من الجميع والله يخلينا خوتو ورجال الحمد لله بينا ان شاء الله يا رب. يلا متابعينا الكرام، الى اللقاء في تحياتي فرصه. لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي. الى اللقاء.